السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوة المنافسين تدفع الجزائر لسحب ملف ترشحها من تنظيم نهائيات كأس إفريقيا. لكل مزيد من التفاصيل، قبل يومين على الإعلان عن مستضيفي دورتي 2025 و 2027 من نهائية كأس إفريقيا، قررت الجزائر مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسحب ترشحها لتنظيم نهائيات المحفل القاري. وأكد الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يخاطب الكاف رسميا ويعلن سحب ملف ترشحه لاحتضان نهائية كأس إفريقيا 2025-2027، لأنه لم يعد من أولوياته ويفضل التركيز على تنظيف البيت الكروي وإعادة بعث الكرة الجزائرية والسعي إلى الفوز بالألقاب القارية أينما نظمت. ويبدو أن الجزائر أقدمت على هذه الخطوة بعد أن تأكدت من عدم قدرتها على منافسة المغرب على الفوز بشرف تنظيم نهائية كأس إفريقيا 2025، ما يعني عدم إمكانية تنظيم نسخة 2027 على اعتبار أن قوانين الاتحاد الإفريقي تنص على عدم تنظيم الكان لنسختين متتاليتين في نفس المنطقة الجغرافية. وفي هذا الصدد، ووفقا لما كشفته مصادر صحفية، فإن المغرب حسم تنظيم نسخة 2025 كأس إفريقيا، ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، وذلك لقوة الملف المقدم إلى الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وحسب نفس المصادر، فإن المغرب قدم أقوى ملف لاحتضان نسخة 2025 لكأس إفريقيا، حيث اقترح 7 ملاعب لإجراء المباريات الرسمية تستجيب للمعايير الدولية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مع توفير 24 ملعب للتدريبات، بمعنى أن كل منتخب سيكون له ملعب خاص به، إضافة إلى مرافق وتجهيزات رياضية من مستوى عال وملعب خاص لتدريبات الحكام. وكانت تقارير عديدة قد أشرت إلى أن الأسباب التي تقف وراء قرار الاتحاد الجزائري هو تداول أنباء عن حسم المغرب مسألة تنظيم كان 2025 ثم السنغال 2027، رغم أن الاتحاد الإفريقي لم يعلن أي شيء رسمي حتى الآن.